عملنا مع بعض حاجات كتيرة من مخبوزات الأفران، وبما إن الجو برد فهو محتاج بقى إن احنا نولع الفرن ونقوم نعمل شوية نواعم أفران طعمهم يجنن وبجد ريحتهم جميلة. بنص كيلو دقيق بس هنقدر نعمل أكتر من 36 واحدة. من جوه كده بيبقوا مبسوسين شوية وفي نفس الوقت طرية، لما بتتاكل بتدوب في البق. مجرد بس حاجة سخنة كده ونجيب طبق النواعم ده جنبنا ونعيش حياتنا. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة هنجيب كوباية إلا ربع من الحليب ويكون دافي. ممكن كمان نستخدم مية مكان الحليب لو نفضل. هنضيف عليها ربع كوباية من السكر يعني 50 جرام. هنقلب الحليب مع السكر لغاية ما السكر يدوب تماما. وبعد كده هنضيف عليهم كيس من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة اللي هي 10 جرام من الخميرة الفورية، وهنقلبهم كويس مع بعض وهنخليهم على جنب. دي مش كل كمية السوائل اللي انا هحتاجها، انا هحتاج كمان ربع كوباية من المية هضيفها وانا بعجن. بس احنا بنبدأ بكوباية الا ربع، وبعد كده الربع كوباية التانية بنضيفها حسب احتياج العجين واحنا شغالين، لان انواع الدقيق بتختلف زي ما انتوا عارفين. بعد كده هجيب نص كيلو من الدقيق واكون نخلاه، وهضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان رشة من الملح. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم المادة الدهنية. ممكن كمان نضيف معلقتين من السمسم على الدقيق، هيديها طعم حلو قوي. بالنسبة للمادة الدهنية أنا هستخدم 125 جرام من السمنة، اللي هي نص كوباية زائد معلقتين كبار، وهيكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني مش من التلاجة ولا يكونوا حتى متسيحين. نفضي طبعا كل الكمية كده على الدقيق ونبدأ نبس الدقيق مع المادة الدهنية. لو عايزين النواعم تبقى مبسوسة أكتر ممكن نضيف كمان على السمنة ربع كوباية من الزيت، وممكن حتى اللي احنا ضفناهم من السمنة دي يبقى ميكس ما بين سمنة وزيت أو زبدة وزيت، يعني نقدر نشكل زي ما احنا عايزين. بعد ما نبس كل المادة الدهنية مع الدقيق بالشكل ده، هنبدأ نضيف عليهم الحليب اللي احنا كنا مدوبين فيه السكر والخميرة. هنلم بقى السوائل مع المواد الجافة كده، وبعد كده نبدأ ان احنا نلمها بايدينا. هي العجينة دي ما بتاخدش عجن كتير زي المعجنات العادية عشان احنا اصلا مش عايزين نعمل لها عرق. احنا بس هنلمها كده لغاية ما نلاقي ان الدقيق اختفى. وزي ما انتوا شايفين العجينة برضو ناشفة، وهتحتاج الربع كوباية مية اللي انا قلت عليها في بداية الفيديو، فكده هيبقى اجمالي السوائل هي كوباية كاملة، عبارة عن حليب زائد مية او تبقى مية كلها او حليب كلها زي ما تحبوا. انا هنا بعد ما ضفت الربع كوباية مية بعجنها، شايفين العجينة طريت، انا بس بلمها لغاية ما تلم كل السوائل وما يبقاش فيه اثر للمية. شايفين هي دي العجينة، ما بتبقاش ملساءة تماما زي بقية المعجنات. بنحطها على السطح اللي هنشتغل عليه ونغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة بس. احنا ما بنخمرهاش اول مرة، مجرد بنريحها عشان نشتغل فيها. بعد كده هنبدأ نقطعها ونعملها لكور صغيرة. الوزن اللي معروف بالنسبة للنواعم هو تقريبا 25 جرام. انا هنا عملتها تقريبا حوالي 28 ل 30 جرام، وعملت معايا 36 واحدة. فانتوا لو عملتوها 25 جرام او اصغر ممكن تدي معاكم لغايه حاجه و40 واحده. ممكن طبعا تستخدموا الميزان، او ان انتوا ممكن تعملوها كده بالنظر ان يكونوا كلهم قد بعض. طبعا لما بنكورها بنخلي الجزء اللي احنا مقفلينه ده من تحت. لما خلينا العجينه ارتاحت شويه دلوقتي واحنا بنعمل الكور، هتحسوا ان السطح بتاعها بقى املس عن الاول على ما كانت عجينه يعني واحنا بنحطها. طبعا واحنا شغالين وبنعمل الكور هنغطيها بكيس بلاستيك عشان عايزين الوش بتاعها يفضل طري. لو سبناها بدون ما نغطيها ممكن ينشف ويشق. بعد كده هنجيب الصينية اللي احنا هنخبز فيها، وهناخد بقى من اول صف احنا بدأنا فيه، وهنفردها شوية، ما بنفردهاش جامد، هو بكف ايدينا كده بنضغط عليها ضغطتين وتفرد بالشكل ده، ونبدأ نرصها في الصينية. الصينية اللي احنا هنخبز فيها مش بتحتاج ان هي تدهن عشان النواعم فيها كمية دهون كويس. طبعا النواعم دي ممكن يتضاف عليها حاجات كتيرة قوي، ممكن تضيفوا عليها شمر وينسون، ممكن تضيفوا عليها سمسم، ممكن كمان تحشوها ما تبقاش سادة كده. وبعد ما هنرصها في الصينية هنغطي الصينية ونسيبها تخمر نص ساعة أو ساعة إلا ربع، وتدخل على فرن تكون درجة حرارتها 200، نكون مشغلينها قبلها بربع ساعة تقريبا. بتبقى شغالة من تحت بس في الرف الوسطاني، بتاخد تقريبا ربع ساعة، وبعد كده ممكن كمان نفتح الشواية دقيقتين تاخد لون حلو من فوق. أول ما بتخرج بنغطيها ونسيبها لغاية ما تهدى. لو عايزين تحتفظوا بالنواعم دي بعد ما بتبرد تماما بتحطوها في كيس بلاستيك وبتشيلوها في الفريزر، وبتطلعوا منها الكمية اللي انتوا عايزينها، بتسيبوها بس كده في المطبخ لغاية ما بتفك خالص، او في الميكروويف لمدة ثواني. شايفين شكلها جميل ازاي، واخده لون حلو من فوق ومن تحت، ولما تفتحوها من جوه هي طريه وفي نفس الوقت مبسوسه. شايفين الفراغات، يعني هي مبسوسه كده، وبجد طعمها يجنن. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، وكمان تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.